انا بحبه جدا وبعمله عشان اكله حاجه حلوه. قلب ام امل ازيكم؟ انا نفسي جابتني عايزه اكل حاجه حلوه. عملت ايه؟ كنت جايبه نص كيلو بسيس، انا شاريها من الراجل البسيس الصعيدي. تمام، جبت نص كيلو هعمله معاكم بقى. وهعمل ايه؟ هفضيه كده واحط عليه ميه. تمام اهو. استنى بس عشان انا حطها على الطبق. انا هو ما بيتغسلش، العاده عندنا في الصعيد ما بيتغسلش، بس انا حاسه ان انا عايزه اغسله اهو. تمام، اصفيه وارجع له. انا حطيته كده في الحله اهو، بعد ما شطفته اهو حطيته في الحله، واحط عليه بقى شويه ميه سخنين عشان يغلي بسرعه. طبعا هو بيتعمل بميه وبلبن. هيغلي كده بس شويه وارجع لكم. وهنا كده حبايب قلب البسيس اهو شرب الميه اللي حطيتها له الاول وابتدى يدخل على سوا. اروح حاطه له بسم الله الرحمن الرحيم كده لبن. هو عامه نحط لبن على قد ما يكون عندك. نص الكيلو ممكن تحط له نص كيلو لبن، كيلو لبن، حسب ما تحط بقى اللي عندك. هو يحب اللبن ده بسيس بلبن. بصوا اهو هياخد غلوتين كده 3 في اللبن، واحط السكر معاكم. وهنا كده نحط السكر. سكر طبعا كل واحد يحط على قد ما هو عايز. حطيت مج كبير كده، وهشوف عايز سكر تاني ولا لا. كل واحد بيحط السكر قد ما هو بيحب السكر. يستوي في اللبن تاني وارجع لكم. ودي يا جماعه فانيليا، عشان دي فانيليا، عشان انا عندي فانيليا جايباها خام. دي بقى ريحه وطعم. هغرفه بقى معاكم وارجع لكم. حبايب قلب ام امل، عملت البسيس. البسيس ده يا جماعه صعيدي، بياكلوه في الصعيد على انه اكل. انا هنا بعمله كانه حاجه حلوه بالنسبه لي. تمام، انا غرفت في السلطانيات دول وغرفت في الطبق ده برضو ليا. انا حطاه سايباه يسقع شويه. بصوا انا بحبه جدا وبعمله عشان اكله حاجه حلوه. عايزه بقى تقولوا لي، احنا في الصعيد عندنا بيسموه بسيس، بيتعمل على القمح، وفي ناس بتعمله على رز تبرم الحبايه. تمام، والراجل بيبيعه في اي سوق في اي منطقه. ده طبعا من اكلات الزمن القديم بقى بتاعت الصعيد، مش كل الناس تعرفه. بس انا عايزه اقول حاجه، شوف كل بلد بتسميه، اللي عنده بيسميه حاجه غير البسيس يكتب لي في الكومنتات ده اسمه كذا عندنا. وعلى فكره بقى عشان برضه افكركم بقى بالزمن القديم ونحكي حكايتنا، ده في الصعيد كانوا بيعملوه للست الحامل وهي رايحه تولد. يحطوا لها بقى عليها عسل وسمنه كده وتاكله وهي رايحه تولد. انا هنا حطيت له سمنه وحطيت له لبن، بس طبعا مش رايحه اولد، انا باكله حاجه حلوه. وعايزه شير ودعوه حلوه ولايك وكومنتي حلو كده من الناس الحلوه، ويكفينا شر الناس الوحشه يا رب. على فكره يا بنات انا حطيت سمنه، بس ضيع التليفون هقول ايه، طلع ما بيصورش وانا ماسكاه بايدي التانيه والحراره. تمام، عجبكم الفيديو تعملوا لي شير ولايك، وما تنسوش تكتبوا لي في كل بلد ده بيسموه ايه. وزي ما الوصفه عندكم كامله ودعوه حلوه، وكل سنه وانتم طيبين كده وبالصحه والعافيه. يلا باي باي.